بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إسماعيل مظهر، رائد الارتقاء الثقافي بالأمة واللحاق بركب الحضارة. شخصية من الشخصيات اللي عندها علم غزير جدا، اللي نفع الأمة طوال حياته. عمل أعمال كتيرة جدا جدا تسري الثقافة والعلم. آه، والناظر في تراث إسماعيل مظهر بيتبين أن مشروع العلم للارتقاء الثقافي بالأمة واللحاق بركب الحضارة يعني هو عامل على محورين أساسيين. أول حاجة تجديد اللغة ووحدة المعرفة. إن هو عايز دايما نحتفظ باللغة العربية بتاعتنا. آه، اشتغل مترجم علشان خاطر يقرب الثقافات للمجتمع العربي. نتعرف على إسماعيل مظهر. هو من مواليد الضرب الأحمر في سوق السلاح. اتولد في منزل جده لأمه محمد مظهر باشا، أول ناظر للمعارف. وهو صاحب مشروع من أعظم المشاريع الهندسية في القرن التسعتاشر، هو اللي عمل القناطر الخيرية. اشترك معاه مهندس فرنسي اسمه موجل، وأقام كمان فنار الأسكندرية. هو إسماعيل مظهر دخل مدرسة الناصرية الابتدائية، وبعدين دخل الخديوية الثانوية، وفيها أنهى دراسته. ولكن كان شغوف جدا بدراسة البيولوجي، علم الحياة، بصفة خاصة. فده دفعه إن هو يسافر على نفقته الخاصة لإنجلترا. شوفوا الشغف للعلم، بيقولك اتنين ما يشبعوش أبدا، محب المال ومحب العلم. محب العلم مهما اتعلم يحس ان علمه ناقص. يعني كما قال الإمام الشافعي: كلما تعلمت أكثر كلما شعرت بجهلي أكثر. لأن العلم سبحان الله زي البحر، يعني أنت عمرك ما تجيب نهاية البحر، هكذا العلم. شوفوا، هيسافر بقى إنجلترا على نفقته الخاصة، وقعد فمكث في جامعتي لندن وأكسفورد من سنة 1908 لسنة 1914. هو بيعتبر من أحد أعلام النهضة الثقافية الحديثة، ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي كله بلا منازع. آه، تتلمذ على يديه أجيال كثيرة، وهنشوف أسماء من العظماء الكتار في المجتمع المصري والمجتمع العربي تخرجوا من تحت إيد الأستاذ إسماعيل مظهر. هنلاقيه إن هو شارك في جريدة. شوفوا بقى أصدر كام جريدة وهو طالب. أصدر جريدة الشعب سنة 1909، وبعدين جريدة المنبر، ثم كتب في جريدتي، كتب بقى في اللواء وفي الأفكار، ومن بعد في جريدة اسمها المقتطف ومجلتي والرسالة والحديث. كتب كمان في الأخبار والمصري والأهرام. أصدر مجلة اسمها العصور، قعدت من سنة 1927 ل 1930. كان الغرض منها النهضة باللغة وبالأدب وبالفكر، وحرر الأفكار. قال إيه؟ شوف بقى الكلام بتاعه. قال: حرر فكرك. ده من ضمن مقولات الأستاذ إسماعيل مظهر. قال: حرر فكرك من كل التقاليد والأساطير الموروثة، حتى لا تجد صعوبة ما في رفض أي من الآراء أو مذهب من المذاهب اطمأنت إليه نفسك وسكن إليه عقلك، إذا ما انكشف لك من الحقائق ما يناقضه. يعني بيقول إن التقاليد اللي احنا بتبقى محطوطة أو من الموروثات بتاعتنا، هي مش قرآن، يعني مش دين، مش حاجة لازم نمشي عليها. ممكن يجي فكر جديد وطريقة جديدة أحسن منها، فما تفضلش أنت راكن نفسك في الموروثات. كمان اتكلم في مجلة العصور، وهي مجلة حرة. اتكلم فيها عن العلم وازاي العلم بيهتم بكل حاجة. مفيش حاجة في العلم اسمها لأ، يعني او انا ما جيش جنب الجزئية دي من العلوم، لأ.
كل العلوم اقرأ فيها، كل العلوم اتعلم منها. مفيش علم تقول انا مش هاجي جنب العلم ده عشان ما ينفعش، لا، العلوم كلها متاحة لكل الناس. فهو قرأ في الفلسفة وفي الأدب وفي علم الحيوان وفي التاريخ الطبيعي، اتكلم عن النسبية وعلم الآراء الحديثة. كمان عمل أبحاث حلوة قوي في الوراثة وعلم الحفريات. هنلاقي ان هو كمان اتكلم في المجال الديني، له مقالات كثيرة، وكلم عن اعلام الفلسفة، يعني برضو عالم الفلاسفة من الدراسات المهمة جدا ان احنا نعرفها. فهو اتكلم عن ديكارت وسيمس وادم وميكيافيلي، واتكلم برضو عن فلسفة التاريخ وقصة الفلسفة ومبادئ الفلسفة الحديثة وحرية الفكر. في المجلات بتاعته في أسماء ترعرعت وأثبتت نفسها، وهنلاقي من الأسماء دي أحمد زكي أبو شادي، وحسن كامل الصرفي، مصطفى صادق الرفعي. هنلاقي كمان علي السفود وعباس محمود العقاد وغيرهم. ناس كتيرة جدا ترجم، لأن هو كان مهتم قوي بالترجمة، لأن الترجمة بتوريك ثقافات شعب تاني، يعني شعب في مجتمع تاني بثقافات تانية بأفكار تانية، والأفكار دي لازم بنستفيد منها. زي ما أنا بقول لكم إن دايما الكاتب بيحط دماغه أو أفكاره جوه إيديك في الورق اللي قدامك في الكتاب، بينزل كل أفكاره. من خلال أفكاره أنت بتتعرف عليه وعلى المجتمع اللي هو طالع منه، وأكيد فيها إفادة. مفيش ورقة تقراها الا لما لازم تستفيد منها. دي العلم. يعني خلي بالكم ان احنا قوم اقرأ، يعني اول كلمة نزلت للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ. فاقرأ دي مهمة قوي. وكان دكتورنا يقول لنا ان اللي ما بيقرأش بيعيش عمر واحد، واللي بيقرأ بيعيش اعمار عديدة باعمار كل الناس اللي هو قرأ لهم. بقدر المستطاع عود نفسك على القراءة، إن شاء الله تقرأ صفحتين 3 4 كل يوم، هتلاقي نفسك أنجزت كتاب واتنين واستفدت كتير وغير من أفكارك كتير. لازم الإنسان يتنفس، والتنفس ده هي القراءة. في سنة 1927 اشترك إسماعيل مظهر مع فؤاد صروف ورضا مدور، مش عارفة بقى مدور ولا مدور، وعلي مشرفة وأحمد زكي أبو شادي في تأسيس المجمع المصري للثقافة العلمية، وهو انتخب ليه. شوف بقى المجمع ده قد إيه مهم وموجود لغاية النهاردة باسم المجمع اللغوي. كان كمان رئيس تحرير مجلة المقتطف، ومن أبرز مؤلفاته قصة الطوفان وتطورها في 3 مدنيات قديمة من الآشورية والبابلية والعبرانية والمسيحية، وهو بحث في مقارنة الأديان. كمان كان داعي بفكره وقلمه ومنهجه العلمي لنهضة الشرق. نهضة إسماعيل مظهر ما كانتش للمجتمع المصري فقط، ولكن امتدت للمجتمع العربي كله. وكان مؤمن انك لن تستطيع بناء وطن قبل بناء الانسان، مؤمنا بتضافر المعرفة ووحدتها. وقال الترجمة اساس كل نهضة، وان المعاجم والموسوعات هي من ركائز النهضة، وان اللغة العربية هي ملاك النهضة، وان امتلاك ناصيتها هو آية هويتها وعلامة رشدها. طبعا صدر له أعمال كثيرة جدا في مجال الترجمة وفي مجال التأليف. وكان ليه مركز اسمه لا عفوا، هو في مركز اسمه مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، هيئ لأي حد عايز يبحث عن فكر إسماعيل مظهر كل اللي يحتاجه. نفعنا الله بعلومه، ونفعنا بكل ما قدمه لنا من التراث، من الكتب الجميلة اللي عاملها حلوة قوي في السير الذاتية. طبعا هو بيتكلم على السير الذاتية كتير جدا، منها مهاتما غاندي. هو اللي ترجم السيرة بتاعت مهاتما غاندي، وترجمها بطريقة حلوة قوي وسهلة قوي وشيقة جدا جدا للي يحب يقراها.
آه، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.